النصيب غلاب والحريم أعتاب. فيهم اللي تدخل البيت وهو فاضي تملاه، وفيهم اللي تدخل البيت مليان تشحته لأهلها والجيران، وفيهم اللي تموت لو طرف صوبع بان، وفيهم اللي عندها حلاوة روح وباب الكرم مفتوح، وفيهم اللي عندها الخير كتير وتستخسر فيك مية الزير، وفيهم اللي تقرص وتلبس زي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. واللهم ارحم موتانا، ادعوا الموتانا بالرحمة يا حبايب قلبي، وارحم امي وارحم ابويا، واجمع ما بينهم واجعل مسكنهم الفردوس الاعلى. بصوا يا حبايب قلبي، انا لسه مخلصة شغل دلوقتي، الساعة دلوقتي حوالي 11، فانا جيت كده علقت على حلة عدس، قلت ايه الاسبوع دوت نقضوها كده عشان محمود داخل على قسط ايه التكييف، فقلت الاسبوع ده كده نقضيها. فايه النهارده ايه عملنا برضو اكله اقتصاديه كده، والنهارده ايه قلنا نقضيها برضو نعمل حلة عدس. فجيت من بره كده، فقلت ايه العدس انا ما عنديش خلاط في الدكان، فقلت هعلق عليه في البيت وايه واضربه واخده معايا ايه ان شاء الله لو اعمل له الطشه في الدكان مش مهم. فقلت اعمل لهم برضو شويه عصير، ده شويه رمان كده انا كنت فرطهم في الدكان، قلت احط عليهم حته بنجر وشويه سكر كنت مفرزاه، اللي بيفضل عندي في الدكان باخده افرطه وافرزه سواء طماطم او جوافه او ايه او رمان. خلاص اللي بيجي على مزاجي اخزنه، يعني مثلا كوسه او بتنجان او الحاجات دي مش بحب اخزنهم، ما بحبش اكلهم متخزنين، لكن الجوافه والرمان والطماطم عادي بخزنهم، لكن اللي مش بيجي على مزاجي اخزنهم ما بحبوش، ما بخزنهمش. فجيت عندي كده شويه رمان اعملهم شويه عصير، وهعمل العصير واحط الازازه في الفريزر، على ما بروح الدكان ويجي ميعاد الغدا بتكون فكت وبقت ايه عصير ساقع بيشربوه على الغدا. هنا كان عندي شويه طماطم كده فرستهم، اول ما يجي اكياس اللبن هحطهم كده ايه، دول حوالي 5 كيلو. خلاص غليتهم كده على النار ببابريكا وبنجر، وهحطهم كده بقى ايه قعدوا يغلوا ويسردوا ميتهم لحد ما تبخروا كده، وهضربهم بقى في الخلاط وصفتهم وهخزنهم. دول انا كنت غليهم في الدكان وبردوا، فهضربهم دلوقتي واصفيهم زي ما انتم شايفين كده، ضربتهم وصفتهم. هنا بقى بملي الغسال، علق على دور غسيل خلاص، لان انا بغسل كل يوم، لان طبعا كل يوم بنغير قبل ما بالليل، اما نيجي بالليل بنغير عشان الصبح بنلبس وننزل على طول، فانا لازم قبل ما اجي اغير لعيالي عشان الصبح ببقى صاحيه مدروخه، فبنزل على الشغل على طول وباخدهم معايا ليه بقى؟ عشان بفطر واتغدى هناك وببقى قاعده طول اليوم هناك، فلازم يبقوا معايا. بصوا حبايب قلبي، اللي معاه قرش دلوقتي بيكنز عليه، الناس ما عادتش بتشتري زي الاول، الناس بتاخد بالربع كيلو بالنص كيلو، ما عادش زي الاول اللي يجي ياخد بال5 كيلو ومش عارف ايه. فانا زي ما انتم شايفين، ما تقولوش اشمعنى ده ربنا بيراضي وده رب مش. بصوا انا بتعب جدا، بروح الساعه 11، يعني انا بكلمكم انا مش شايفه انا بكلمكم ازاي والله. عيالي كده هيغيروا هدومهم وكده غيروا يقعدوا بقى يلعبوا مع بعض شويه، فانا بصراحه بتعب قوي في شغلي. ربنا بيراضيني بس بتعب جامد، يعني على قد ما بيراضيني على قد ما بتعب. انتي لما الدنيا بتشتي عليك بتقفلي بابك عليك وبتنامي، انا ببقى قاعده في دكاني بطلع افرش مشمع، اطلع انقض الزرع، اطلع اعمل مش عارف ايه. اللي بتشتغل مش زي اللي ما بتشتغلش. انتي ما بتشتغليش ومعكيش فلوس، ودي بتشتغل ومعاها فلوس، بس دي ارزاق، كل واحد حسب صحته، وكل واحد يعني انا البرد بياكل من صحتي، انتي محافظه على نفسك في بيتك، فانتوا ما تستهونوش باللي بيشتغل ده يا جماعه. اللي بيشتغل ده بيبقى بصوا بيعافر على لقمة عيشه، لكن اللي ما بيشتغلش ده، وعلى فكرة انا بفنكح مش بحوش على فكرة، بس بناكل وبنشرب يعني مثلا ايه حد يعيا نعرف نعالجه، لان بصوا الدنيا غلت جدا يا جماعة، ايد لوحدها ما تسقفش خلاص. فانا بصوا يعني فالحمد لله يا بخت اللي اللي بيرضى بعيشته ربنا بيراضيه، والحمد لله انا راضيه بعيشتي الحمد لله يا رب، عشان كده ربنا بيراضيني. وانتوا كمان يا جماعه ارضوا بعيشتكم وعيشوا على قدكم، لا البطن ما بتشكرش، عيشوا على قدكم وارضوا بعيشتكم. والله العظيم انا لاجل ما ازعل حد كان غالي عندي
والله بعت حلق بنتي، رغم ان انا ليا بره 6000 جنيه لو لمتهم كده مبيعش حلق ولا حاجة، بس عشان انقل من مكان لمكان والله العظيم بعت حلق بحاله. حلق والله العظيم يجيله دلوقتي اكسب فيه 1000 جنيه. والله بعته لاجل ما احرج حد ولا اغزل حد ولا اجرح حد ولا ازعل حد. واحده غيري يعني مثلا ايه، واحده غيري تقول ايه لا وانا ابيع ليه، انا اجيب حقي ومش عارف ايه، بس انا بشتري خاطر اللي قدامي وما بحبش حد يزعل حد.